اهلا بيكم في حلقه جديده، والنهارده مع المراجعه النهائيه قبل مباراه مصر وبنين في دور ال 16 ببطوله افريقيا 2025 المقامه حاليا في المغرب. بس لو اول مره تشوفنا اتمنى من حضرتك اللايك والكومنت والسبسكرايب، لان هيفرقوا كتير جدا نطور الكونتنت اللي احنا بنعمله. الحلقه النهارده هتتقسم لكذا نقطه. اول نقطه هنتكلم عليها هي تاريخ مواجهتنا مع منتخب بنين. تاني نقطه هي المدير الفني لمنتخب بنين وارقامه مع المنتخب ده، وليه لقطة كده معانا محتاجين نتكلم عليها. الجزء الثالث من الحلقة هيكون عن خطة لعب منتخب بنين وأهم الأسامي اللي موجودة في المنتخب ده. ورابع حاجة هي التوقع تشكيل منتخبنا الوطني وطريقة اللعب في المباراة. بداية بالتاريخ، احنا واجهنا منتخب بنين 4 مرات قبل كده. قدرنا ان احنا نكسب في 3 مباريات ونتعادل في مباراة، يعني تاريخنا مع المنتخب ده كويس. النقطة الوحيدة السلبية هي ان احنا تاريخنا او اخر مواجهاتنا مع منتخبات غرب افريقيا مش احسن حاجة. فاحنا كنا في اخر 4 مواجهات قابلنا كوت ديفوار في بطولة كيروش اللي كانت 22. اتعادلنا في الماتش 0-0 وكسبنا بضربات الجزاء، بس يعني احنا في مجمل 120 دقيقة ما قدرناش نحرز اي اهداف. في النهائي لعبنا السنغال اللي هي برضو من غرب افريقيا وتعادلنا 0-0 وخسرنا بضربات الجزاء. وعشان نكمل الرقم السلبي، تعادلنا في بطولة فيتوريا اللي فاتت في افريقيا 2-2 مع منتخب غانا منتخب غرب افريقيا برضو، وتعادلنا مع كاب فيردي. اللي عايز اقوله ان احنا مواجهتنا مع غرب افريقيا مش احسن حاجه، بس دي معلومه يعني مش هتفيد قوي دلوقتي. منتخب بنين عمل حدث تاريخي في البطوله ده محتاجين نتكلم عنه. لاول مره في تاريخ منتخب بنين يقدر يتفوق في افريقيا ويكسب بعد فوزه 1-0 على منتخب بوتسوانا. لك ان تتخيل يا صديقي العزيز ان دي اول مره منتخب بنين يكسب في بطوله افريقيا. الجزء الثاني من الحلقه هو كلام عن المدير الفني لمنتخب بنين. مدرب منتخب بنين الحالي هو الالماني رور. الراجل ده عنده 72 سنة. الراجل ده متمرس جدا في افريقيا لانه درب عديد المنتخبات قبل كده. البداية كانت مع تدريبه منتخب الجابون في 2012 ووصل بيهم لحد ربع النهائي وطلع بضربات الجزاء قدام مالي. النسخة اللي بعدها كان بيدرب منتخب النيجر وطلع من دور المجموعات، وبعدها درب بوركينا فاسو، وبعدها ودي الفترة الذهبية ليه في افريقيا لما درب منتخب نيجيريا. درب منتخب نيجيريا في 2016 لحد 21 ووصل بيهم لكأس العالم 2018. وكل الناس الكرويين هيفتكروا البطولة دي قوي، لأنه المنتخب نيجيريا في البطولة دي كان معاه أيسلندا وكرواتيا والأرجنتين بقيادة ميسي. فقدر منتخب نيجيريا انه يكسب ايسلندا، ولكنه خسر من كرواتيا، ومباراة الحسم اللي كانت قدام الارجنتين خسرها 2-1 في مباراة كانت صعبة جدا على ميسي ورفاقه. فيعني راجل بيعرف يلاعب الفرق اللي اكبر منه وهو اللي بقى تحت الكورة. وده اللي هنتكلم فيه في الجزء الثالث من الحلقة. كمان قبل ما نخلص كلام على المدير الفني لمنتخب بنين، الراجل ده لما كان بيدرب نيجيريا وقبل بطولة افريقيا 2019 اللي كانت مقامة في مصر، اتلعب ماتش ودي بين منتخب نيجيريا بقيادة المدير الفني ده ومنتخبنا الوطني اللي كان بيدربه وقتها خفير اجيري. ومصر وقتها خسرت 1-0 من نيجيريا، والناس اللي ذاكرتها كويسه هتفتكر ان ده كان اسرع هدف يخش في تاريخنا. حرفيا منتخب نيجيريا سنتر، لعب كرة عاليه، استلم مهاجم منتخب نيجيريا واحرز هدف تقريبا ده كان في الثانيه الثامنه او التاسعه. ولكن يبقى اعظم انجاز ليه في افريقيا هو بطوله افريقيا اللي كانت في مصر في 2019. الراجل قدر يحقق بمنتخب نيجيريا المركز الثالث، وده طبعا بعد تفوقه في دور ال 16 ودور الثمانية على منتخبات كبيرة زي الكاميرون وجنوب افريقيا، لحد ما واجه الجزائر حاملة لقب النسخة دي وخسر منها عشان يلعب على الثالث والرابع قدام منتخب تونس ويتفوق عليهم ويحرز الميدالية البرونزية. نتكلم بقى على ارقامه شوية مع منتخب بنين. الراجل دربهم في 28 مباراة، فاز في 8، تعادل في 9، وخسر 11 مباراة. في ال 28 مباراة دول سجل 28 هدف فقط، وده يدل ان المنتخب ده مش هجومي. المنتخب ده من المنتخبات اللي بتلعب لو بلوك وبتلعب على التحولات العكسية، واحرز فيه 35 هدف، يعني برضه دفاعه مش اسوأ حاجة بمعدل 1 بوينت حاجة. يعني خليني اقول لك يا صديقي اخر معلومة هنا، ان منتخب بنين تأهل للدور ده عشان يواجه مصر بعد ما صعد ثالث مجموعته. خسر من السنغال 3، خسر من الكونغو 1-0، وتفوق على بوتسوانا
1-0. نخش بقى على السكواد نفسه. محتاجين نتكلم على التشكيلة المتوقعة لمنتخب بنين وأميز العناصر في القائمة بالكامل. بس خلينا يا صديقي نروح لللابتوب أحسن عشان أنا مش هقدر أحفظ كل ده. البداية يا صديقي بحراسة المرمى، هيبدأ غالبا بمارسيل دانجينو. مارسيل دانجينو ده حارس قصير القامة 183 سم، وده طبعا قليل جدا على حارس مرمى. بيلعب في نادي عادي في جنوب افريقيا، يعني مش سان داونز مش اورلاندو بايرتس. فدي اول نقطة ضعف، ان الحارس متواضع جدا. نبدأ بقى بخطوط الدفاع. مبدئيا كده خليني اقول لك ان الباك ليفت اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو روتشي ده اصلا سنتر باك، بيلعب اصلا قلب دفاع، ولكنه بيلعب حاليا باك ليفت بسبب اصابة الباك ليفت الرئيسي لمنتخب بنين. قلبين الدفاع بقى اللي احنا محتاجين نتكلم عليهم شوية، عشان لو استغلينا ضعفهم وبطئهم الدفاعي هيبقى ده نقطة تحول في المباراة. أول قلب دفاع معانا وهو محمد تيجاني، والقلب الدفاع اللي جنبه اللي هو محتاجين نتكلم عليه هو فيردون. فيردون مميز جدا لان هو طويل وقوي بدنيا ولكنه بطيء جدا. الراجل ده بيلعب في الدوري البلغاري، قيمته التسويقيه 2 مليون يورو. مميز جدا في الكرات العاليه، يعني في الكورنرات او في الفاولات الراجل ده ممكن يمثل ازعاج. فايا كان اللي هيلعب بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحسام عبد المجيد محتاج يبقى معاه مان تو مان في الكورنرات. كده اتكلمنا على انه 2 نقاط ضعف في الفرقه دي، الباك ليفت اللي هو اصلا سنتر باك بس بيلعب باك ليفت مضطر، وقلبين الدفاع اللي لعبهم القاتل ان هم بطاء. تالت نقطه ضعف وهي الباك رايت. الباك رايت ده اسمه اورو، عنده 22 سنه وبيلعب في الدوري البنيني. ماتشك يا محمود يا تريزيجيه لو لعبت انت اساسي في الوينج ده. يا صديقي نسيت اقول لك حاجه مهمه جدا، المدير الفني رور ده بيعشق الأربعة 2 3 1. فاحنا خلصنا خلاص من خط الدفاع، هكلمك على الاثنين اللي في نص الملعب وقدامهم ثلاثة والمهاجم. نبدأ الأول بالاثنين اللي في نص الملعب. أميز واحد فيهم هو حساني، ده رقم 8 وده عنده 22 سنة، بيلعب في جراسهوبر السويسري، ومميز جدا في استخلاص الكرات، أشبه بمروان عطية في منتخب مصر. التاني اللي جنبه في نص الملعب هيكون واحد من اتنين، يا اما سامادو وده رقم 4 وده هتبقى عارفينه لانه كان بيلعب هنا في المصري البورسعيدي ولسه منتقل للسموحه. والتاني اللي جنبه هيكون ديادي الميدا وده بيلعب في الدوري الاذربيجاني. يعني خليني اقول لك ان المميز في كل دول زي ما قلنا هيبقى حساني. ده خلصنا بقى من الاثنين اللي في نص الملعب دول، يعني هيلعب واحد من الثلاث اسامي اللي احنا قلناهم دول. خش بقى على صانع الالعاب، وده اسم مميز جدا اللي هو كان بيلعب عندنا في الدوري المصري، وهو دوكو دودو. دوكو دودو كان بيلعب في نادي سموحه، وسموحه لسه بايعه لنادي درجه تانية في البرتغال. الراجل ده عنده 21 سنه. خش بقى يا صديقي العزيز على الهجوم لانه ده اللي فيه كلام كتير. هبدا بالوينج رايت وهو توسن. توسن اصلا مهاجم، ولكنه بسبب برضو ان التشكيله دي ما فيهاش اسامي كتيره، توسن بيلعب رايت وينج. خليني اقول لك ان ده يعتبر تاني اميز واحد في الفرقه، ودي مهمه محمد حمدي في المباراه دي. توسن بيلعب في نادي لوريان في فرنسا، مسجل 3 اهداف في 14 ماتش السنه دي في الدوري، وده رقم طبعا كويس. نخش بقى يا صديقي على اميز واحد في الفرقه دي وهو الوينج ليفت بتاع الفرقه دي، وهو اولا ياتان. اولا ياتان مميز جدا. اولا ياتان ده بكره هيلعب ناحيه محمد هاني. الراجل ده خلينا بس نتكلم عليه شويه. طبعا الاول الراجل ده رقم 18، عنده 23 سنه، بيلعب حاليا في الدوري التركي، عنده 3 مميزات مش طبيعيين. الراجل ده سريع جدا جدا، الراجل ده كنتروله بالكوره كويس جدا، الراجل ده بيفكر في الاسيست اهم ان هو يجيب جون. يعني بكره ما تستغربش لما تلاقي كل كورنر هو واقف عليه بيلعبه، او كل فاول هو واقف عليه بيلعبه، سواء مباشر على الجون او كروسات. خليني اقول لك كمان ان هو مميز في الكروسات من وضع الحركه، يعني ممكن تلاقي الراجل ده بيمشي بيرفع كروس عادي من مكانه، مش ان هو بيفكر انه يحرز هدف، على قد ما هو يعمل اسيست يفيد الفرقه اكتر. بكره محمد هاني لو قدر يتفوق على اللاعب ده بنسبه 90% بنين مش هيبقى لها اي وجود. واخر واحد في خط الهجوم المهاجم رقم 9 ستيف مونيه. بص بقى يا صديقي العزيز، الراجل ده ارقامه مبدئيا بيلعب طبعا في الدوري التركي، ارقام ان هو مسجل 22 هدف مع منتخب بنين في 65 ماتش. الراجل ده باختصار شديد هو مصطفى محمد، مصطفى محمد بنين يعني لو مصطفى محمد، لو امك تعمل لك مصطفى محمد في البيت. الراجل ده قوي جدا بدنيا، طوله 190 سم. الراجل ده هو المحطه بتاعت الفرقه دي، يعني انت هتلاقي بكره منتخب بنين لما بيحب يطلع بالكوره هيلعب عاليه للراجل ده، فيطلع يستلم ويقف محطه عشان يطلع الوينجين توسن و
جونيور وليتان. فالراجل ده دوره بكره هيبقى محطه وقوه بدنيه، يعني ياسر ابراهيم. يعني بكره المنتخب لو بدا بياسر او رامي ربيعه او اي واحد من الثلاثه وحسام عبد المجيد طبعا، ياسر مان تو مان مع الراجل ده، حطه في جيبك يا باشا، الراجل ده كده شكرا مش موجود. اخر حاجه على منتخب بنين بعد ما استعرضت معاك التشكيله ال 4 2 3 1، وهو نقطه القوه الوحيده على دكه البدلاء. اللاعب ده هو رودولفو الوكو. رودولفو الوكو ده لسه تامم 19 سنه، بيلعب في الدرجه الثالثه في امريكا. الراجل ده كان ظهر بصوره مميزه للغايه في بطوله افريقيا تحت 20 سنه اللي كانت مقامه في مصر. من الاخر يعني دي الورقه الرابحه الوحيده اللي على دكه البدلاء عند المدير الفني الالماني. بعد ما اتكلمنا على تاريخ مواجهاتنا مع بنين والمدير الفني الالماني وارقامه مع منتخب بنين، واستعرضنا مع بعض سكواد منتخب بنين، خلينا نتكلم على نقاط القوه والضعف في المنتخب ده. نقاط القوه احنا يعتبر ذكرناها، ان هم عندهم راجل دستروير في نص الملعب مرعب اللي هو رقم 8، وعندهم الوينجات الاثنين توسن طبعا والايتان، الاثنين صراع واقوياء جدا. محمد حمدي ومحمد هاني لو حطوهم في جيبهم احنا مش هنشوف اي ازعاج للفرقه دي. والمهاجم الصريح اللي هو مونيه اللي هيلعب عليه ياسر ابراهيم. دي نقاط القوه في الفرقه دي. المنتخب ده من الاخر مش هيلعبك كوره، المنتخب ده هيستناك وهيلعب على التحولات العكسيه عن طريق الوينجات. مهم جدا 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 انك تبدا المباراه دي بكل قوه وتحرز هدف بدري، لان بنين اقصى طموحها معاك غير انها تخطف جول انها تجرك لضربات الجزاء، ده اقصى امانيها، هي ما عندهاش اي حاجه تانية تقدر تقدمها. كده يا صديقي اتكلمنا على نقاط القوه اللي عندهم، ان هم عندهم وينجات سريعه جدا ومهاجم محطه واحد في نص الملعب دستروير، دي مميزات الفرقه. نقاط الضعف حدث ولا حرج، المنتخب ده مليء بنقاط الضعف. اولها واكثر حاجه هتلاحظها حضرتك بكره هي حارس المرمى. حارس المرمى اللي بيلعب في الدوري الجنوبي الافريقي ده مش طويل، فالراجل ده في اي كورنر ما بيطلعش ياخد الكوره، غير ان هو حركته تحت الجون ضعيفه جدا. دي اول نقطه ضعف. تاني نقطه ضعف هي الباك رايت. الباك رايت ده لو تريزيجيه بكره بدا وينج وما كلش الباك ده، تريزيجيه ده بيهرج بجد بيهرج. تالت نقطة ضعف ألا وهي قلبين الدفاع. زي ما قلنا في الأول الحلقة خالص إن قلبين الدفاع دول أقوياء بدنيا، بيلعبوا بدماغهم كويس، ولكنهم بطاء للغاية. عشان كده لما هاجي للتشكيل المتوقع أنا أتمنى مرموش اللي يبدأ رقم 9 في مصر هو المهاجم، مش مصطفى محمد. مصطفى محمد قوي وهيخبط معاهم والكلام ده كله، بس لو عندك واحد سريع هو ده اللي هيدوس عليهم. جينا بقى للجزء الأخير من الحلقة والتشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني بكرة. بص يا صديقي، بعد ما استعرضنا الأسامي واستعرضنا خطه لعب الفرقه دي ومبنيه اصلا على ايه، فمن الاخر هم هيسيبوا لنا الكوره، صح كده؟ طيب طالما الفرقه دي هتسيب لك الكوره يبقى انت محتاج واحد في نص الملعب مهاري وبيبتكر عشان يفنش لك الماتش ده من بدري. لو احرزت هدف بدري هتعمل حفله زي ما السنغال عملتها. لو ما قدرتش تحرز هدف بدري هتروح لاكسترا تايم وضربات جزاء للحته اللي هم بيجيدوا فيها. وبالمناسبه منتخب بنين كان طلع المغرب في بطوله افريقيا اللي كانت هنا في مصر في 2019 ضربات جزاء. فالمنتخب ده بيزقك لضربات الجزاء في ال 90 دقيقة أو 120 دقيقة، هيقف وهيلعب على التحولات والهجمات المرتدة فقط. عشان كده لما اجي للتشكيل المتوقع أنا أتمنى نبدأ كده بقى بحراسة المرمى، يعني كده كده محمد الشناوي لا خلاف عليه. قلبين الدفاع ربيعة وياسر إبراهيم، وياسر يبقى هو المان تو مان مع المهاجم مونيه. باك رايت محمد هاني، باك ليفت محمد حمدي لأنه أفضل دفاعيا كتير من فتوح. نيجي بقى يا صديقي نص الملعب. حمدي فتحي كده كده سواء هتلعبه قدام ربيعه او ياسر، او هتلعبه ثالث معاهم ورا، سواء هتخلي الخطه 3 5 2 او 4 2 3 1. الاربعه اتكلمنا عليهم، الاثنين حمدي ومروان عطيه، واللي قدامهم امام عاشور. وهو ده بقى مربط الفرس. امام لو في يومه وجاهز بدنيا الحل هيبقى عنده، لان الفرقه دي كويسه فعلا منظمه جدا مع المدرب الالماني طول ما هي باصه على الكوره. اي حركه فيها ابتكار او مهاره الفرقه دي بتعاني وبتعاني بشده. فيبقى اتكلمنا على اربعه، الاثنين امام عاشور وثلاثه قدام. تريزيجيه وينج مع الباك رايت الميت اللي المفروض يدوس عليه بكره. صلاح على الوينج الثاني، ومهاجم هو عمر مرموش مش مصطفى محمد. مرموش مع قلبين الدفاع الاقوياء بدنيا، هو هيبقى اسرع منهم، هيبقى امهر منهم، هياكل على قفاهم عيش. مصطفى هيفضل يخبط بس، وده مش مطلوب. فده التشكيل المتوقع من وجهة نظري. قول لي انت بقى يا صديقي العزيز في الكومنتات، انت تتوقع ايه
للمباراه وتتوقع التشكيل اللي هنلعب بيه ايه، او حتى خطه اللعب، سيبك من الاسامي، خطه اللعب اللي احنا هنلعب بيها بكره ايه. وفي الاخر نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني انه يتاهل من دور ال 16 لدور الثمانيه، عشان نشوف بقى هنلعب كوت ديفوار ولا بوركينا فاسو. وفي نهاية الحلقة بشكرك لو انت كملت لحد الاخر، واتمنى تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب لانه هيفرقوا كتير جدا في الكونتنت اللي احنا بنقدمه.